هو ليه قاسم مش بيكبر؟ ناس كتير افتكرت إن المخرج نسي قاسم في مسلسل حديث الصباح والمساء. ما هو مش معقول كل اخواته بيكبروا وهو لسه طفل صغير. الفنانة عبلة كامل كانت بتحب الطفل قاسم بجد، لدرجة إن حتى لو ملوش دور أو مشهد كانت تسألهم هو فين قاسم؟ اندهوه يقف جنبي، وكانت تندهله يقف جنبها وهي بتصور. ولما المسلسل خلص وانتهى وقاسم لسه صغير ما كبرش، ففضل قاسم لغز لحد دلوقتي. محدش عارف هو ليه فضل صغير. طب مين هو قاسم؟ قاسم آخر العنقود في ذرية عمرو وراضية، الوحيد اللي اتولد في بيت القاضي وما طلعش منه، ما سابش البيت خالص. قاسم كان طفل نحيف، ما كانش فيه شبه واضح بينه وبين أبوه وأمه، لكن لو ضحك يبقى شبه أبوه، ولو كشر يبقى شبه أمه. قاسم في الرواية اتولد واخواته كلهم كبار، وكلهم اتجوزوا وهو طفل. قاسم كان طفل عنده روحانيات، من وهو صغير بيصلي وبيصوم، كان طفل متدين. قاسم كمان كان دايما بيحب يلعب على السطوح، وخصوصا وقت نزول المطر. مع مرور الأيام قاسم كان بيشوف 3 بنات حلوين في عيلته، دنانير وبهيجة وجميلة، وكان دايما قلبه بيرق البهيجة. قاسم ما كانش بيحب المدرسة، كان بيشوف المدرسة كأنها سجن، وبرغم إن أبوه عمرو حاول معاه كتير لكن مفيش فايدة. أكتر موقف صعب عدى بقاسم لما مات ابن أخته أحمد، وده كان قده في السن وكان بيحب دايما يلعب معاه، وحزن عليه جدا. أما بهيجة فكانت بالنسبة له حلم بعيد، لأنها كانت قده في السن، وسته زينب قالت له مش ممكن تكون من نصيبك، والمهم دلوقتي إنك تشد حيلك في المدرسة. ومرت الأيام ودخل قاسم في حالة حزن ووحدة، كان دايما عايز يقعد لوحده ويعيط، وأمه راضية كانت دايما شايفة إن هو متصاب، يعني عين وصيباه، لحد ما في مرة وقع وأغمى عليه، وكانت دايما راضية تبخره وعلى طول البخور في البيت. وساب قاسم المدرسة، وكانت دايما تصرفاته زي الدراويش، وانتشر الكلام حوالين قاسم إن قاسم من أولياء الله الصالحين، وبقت سمعة قاسم وسط الناس كأنه واحد من الأساطير، وكانت الناس بتجيله من كل مكان، لدرجة إنهم عملوا له في البيت أوضة، ودي كان بيستقبل فيها الزوار اللي بيجوله علشان يقولوا له مشاكلهم وياخدوا منه البركة. وكبر قاسم ووصل 30 سنة، وفي السن ده اتجوز بهيجة اللي كانت لسه قاعدة من غير جواز، وبعد كام سنة عاشت فيها بهيجة مع قاسم من غير خلفة، وأخيرا خلفت بهيجة النقشبندي، وده اللي قام بدوره عمرو واكد. والنقشبندي كان شاب وسيم وجميل، وكبر وتخرج من الهندسة، وكمان أخد الدكتوراه واتجوز ألمانية. طب نرجع للسؤال اللي قلناه في الأول، ليه المخرج ساب قاسم طفل برغم إن في الرواية قاسم كبر واتجوز وخلف؟ الإجابة هنا إن المخرج كان متعمد يعمل كده علشان يسيب قاسم لغز وعلامة في المسلسل تفضل عايشة لحد دلوقتي. لو حابين نكمل باقي الشخصيات اكتبولي في الكومنتات، وما تنسوش الفولو واللايك واشتراك لقناة حكاوي إيمي حمدي على اليوتيوب.